السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة محو الأمية الرقمية. درس اليوم حول الفيروسات، أنواعها، وكيف تعرف أن حاسوبك به فيروسات، وسأعطيكم حلول ربما ستكون مفيدة في حل بعض المشاكل. الفيروس هو عبارة عن برنامج صغير به مجموعة من الأوامر التي يمكن أن تقوم بحذف ملفات أو إخفائها أو نسخها لعدة نسخ أو إطلاق عدة برامج أخرى، وذلك لتعطيل الحاسوب، وقد تسبب خلل في خصائص الملفات. هناك عدة أنواع أو أصناف من الفيروسات. أولاً، هناك فيروس قطاع الإقلاع، من أخطر أنواع الفيروسات، حيث يصيب الملف المسؤول عن تحميل نظام التشغيل. والحل هنا هو إعادة تثبيت النظام من جديد. ثانيا، فيروس الملفات، وهو يدمج نفسه مع أنواع معينة من الملفات، وغالبا ما تكون ذات امتداد إكزي أو كوم، وهو لا يعتبر خطيرا ويمكن إزالته بسهولة. ثالثا، الفيروس المقيم، من الفيروسات التي تصيب ذاكرة الحاسوب، تخفي نفسها وتصيب أي ملف يتم تشغيله، ويعتبر خطيرا لكونه يؤثر على نظام التشغيل ويصعب إزالته. رابعا، الفيروس المتحول، وهذا النوع يقوم بنسخ نفسه ويغير الكود الخاص به باستمرار لكي لا يتعرف عليه البرنامج المضاد للفيروسات، وهو كذلك من الفيروسات التي يصعب إزالتها من الحاسوب. خامسا، فيروس الروت كيت، وهو من أجل التجسس، يستعمله الهاكر للوصول إلى الملفات دون علم مستخدم الكمبيوتر. سادسا، فيروس الماكرو، تهاجم بالتحديد برامج المايكروسوفت أوفيس، ومع التحديث الجديد تم التغلب عليها من طرف شركة مايكروسوفت ويتم تعطيلها. وهناك أنواع أخرى بطبيعة الحال مع تطور البرامج وأنظمة التشغيل الجديدة. إذن لمعرفة أنه بحاسوبك فيروسات، هناك بعض الأعراض ستظهر لك. فمثلا ستلاحظ أن الحاسوب أصبح بطيء، والمساحة المتبقية تنقص باستمرار من القرص الصلب، وستلاحظ العمل التلقائي لمروحة التبريد أو قارئ الأقراص ومشكل الطباعة، وستلاحظ توقف البرنامج المضاد للفيروسات، ظهور بعض الرسائل تشعرك بأن نظام التشغيل في خطر، وغيرها من الأعراض. سأقترح عليكم بعض الحلول. إذن كأول مرحلة سأقوم بإظهار ملفات المخفية وملفات النظام. كما تعلمون فالفيروسات تقوم بإخفاء نفسها. للقيام بذلك سأفتح هذه النافذة، مثلا أدخل للقرص سي، سأذهب إلى أفيشاج، وهذه الأيقونة أوبسيون دوسي سأقوم بالضغط عليها، التي ستتيح لنا إمكانية إظهار الملفات المخفية. إذن أفيشاج، سأضغط على هذه الأيقونة أفيشي لفيشي كاشي، وكذلك سأقوم على الضغط على هذه الأيقونة، ستعطينا رسالة إنذارية، سأقوم بالضغط على نعم. والتطبيق، عندما أضغط على تطبيق ستلاحظون أنه ملفات جديدة قد ظهرت، هكذا ملفات مخفية كروكوفري والعديد من الملفات. إذن تطبيق أوكي. كما تلاحظون هناك ملفات مخفية، وهناك بعض الفيروسات التي تقوم بإزالة هذه الإمكانية
وهناك طريقة أخرى لإظهار هذه الملفات المخفية. إذن سأتكلم عن الملف autoram.inf. autoram.inf هو المسؤول عن استدعاء برامج أخرى وغيرها. إذن هو الذي يتيح للفيروسات بالانتشار، مثلا لإظهار الملفات المخفية. سأقوم بالضغط على ويندوز و R، وأقوم بالدخول إلى CMD، إذن منصة الأوامر CMD، أي سأدخل إلى عالم MS DOS. للرجوع إلى القرص C سأقوم بإعطاء الأمر CD نقطتين ثم CD نقطتين، وإعطاء الأمر أطرب كما شاهدتم في الدرس السابق، ناقص A ناقص S ناقص H، وسأعطي اسم الملف الذي سيتم إظهاره. مثلا سأقوم بإظهار جميع ملفات أي نجمة نقطة نجمة، جميع الملفات التي بالقرص C هكذا، وستظهر لنا بعد هذا الأمر. إذن لإزالة الفيروس مثلا سأقوم بدل وإعطاء اسم الفيروس، مثلا autoran، لأنه هو المسؤول عن انتشار الفيروس. أقوم بالضغط على Entry، هكذا سيتم إزالته. كمرحلة ثانية يمكننا الدخول إلى autoran هكذا Ouvrir، وسنلاحظ بعض الأوامر ستكون هنا. مثلا يقوم باستدعاء هذا الفيروس، مثلا hhh.exe نقطة exe. للقيام بإزالة هذا الفيروس من regedit وهو مجلد المفاتيح، سأقوم بالضغط على ويندوز R وسأكتب regedit هكذا، سأقوم بالضغط على نعم، وهنا سأقوم بالبحث عن اسم ذلك الفيروس. مثلا هكذا إطلاق البحث. إذا لم يجد شيء فليس هناك الفيروس. إذا وجد أي مفتاح قم فقط بحذفه. وكمرحلة أخرى إذا كان لديك مشكل في الطباعة فهذا هو الحل. سأقوم بالضغط على ويندوز و R وسأكتب service نقطة MSC، الضغط على OK، وسأذهب إلى البرنامج الخاص بالطباعة وهو Spooler d'impression. هذا البرنامج أقوم بالضغط هكذا باليمين ثم redémarrer إعادة تشغيله هكذا، وربما مشكل الطباعة سيحل. وإذا استعصى الأمر فهناك حل وهو الريستوراسيون أو الريكوبيراسيون، أي إعادة نظام
إلى تاريخ قديم، إلى ما كان عليه في تاريخ قديم. وللقيام بهذه العملية سأذهب إلى بانو de configuration ثم récupération، ثم أقوم بالضغط على restauration de système التالي هكذا. وهنا ستلاحظون هنا عندي فقط تاريخ وحيد لإعادة النظام إلى هذا التاريخ. ربما أنتم ستجدون تواريخ أخرى ويمكن استرجاع النظام إلى تاريخ ما يعني قبل الإصابة بالفيروسات. سأقوم بالتالي، ثم سيتم إعادة تشغيل الحاسوب، ومن ثم سيعيدك إلى التاريخ القديم. إذن هذا كحل أخير إذا استعصى الأمر منك. وهناك مرحلة أخرى وهي لن أدرجها في هذا الدرس لأنني سأقوم بحلقة خاصة بتنظيف الحاسوب وكيفية تسريعه. أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، وشكرا على المشاهدة.